السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم أم رميسة الشاوية. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في السفة المدفونة اللي تتجي رائعة من أول تجربة. بقاو معايا في المقادير وطريقة التحضير. في المقادير عندي دجاجة ديال 2 كيلو، وعندي التوابل، عندي نص معلقة صغيرة ديال الملحة، عندي سكينجبير، عندي الخرقوم، راس معلقة الابزار، عندي 3 ديال الروز ديال الثومه حتى ل4، وعندي شويه ديال راس الحانوت، وعندي مكعب ضمات زعفران، وعندي زيت الزيتون، وعندي واحد 2 بصلات مشلطين وقزبر ومعدنوس كيف ما العاده. صراحه هاد الطريقه غزاله وتتجي رائعه. تنديروا الدجاج بعد ما تكونوا غاسلينه مزيان وناشف من الماء. ما تحتاجوش كاع ترقدوا الدجاج ليله كامله ولا ساعه قبل ولا ساعه بساعتها. الصراحه الطريقه غزاله. تندير التوابل كلهم كيف ما قلت لكم: سكينجبير، الخرقوم، البزار، وراس معلقه ديال القرفه. تنعتذر نسيت ما قلتهاش لكم. هنا مكعب ديال الزعفران وشويه ديال الملون. تنزيدوا زيت الزيتون كيف ما تتشوفوا معايا، والعافيه تكون مهيله. وتنشحروا الدجاج مزيان مع التوابل على عافيه مهيله. وما تنديروش كاع الماء البنات، يعني ديك البصيله راه تطلق لينا الماء ديالها. هي فاش نطيب انا الدجاج صراحه تيجي لذيذ، واحد الرائحه غزاله. صراحه من باب الزنقه تتشموها، الريحه تتشهي. وعندي معلقه صغيره ديال السمن تنزيدها في الاخير حتى هي كما تشوفوا معايا. صراحه الطريقه غزاله. هنا عندي كيلو الا ربع ديال الشعريه السفه خاصه بالسفه. تنبسبسها بشويه ديال الزيت النباتيه كيف ما تشوفوا معايا. تنبسبسها مزيان بيديا، عاد تنديرها في كسكاس باش تفور الفوره الاولى. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم السفه عاديه بواحد الطريقه غزاله وفيها توفيره وحده. غادي ان شاء الله نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. هنا تنديرها تفور الفوره الاولى كيف ما تشوفوا معايا بعد ما بسبستها بالزيت النباتيه. الصراحه هذه الطريقه غزاله. وما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء، وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله تعم الفائده للجميع وعلاش لا عفوا. كيف ما تشوفوا معايا الدجاج هو تيتشحر لينا. كي قلت لكم العافيه تكون مهيله، وما تنديرش الماء نهائيا. ما تنزيد حتى نقطه الماء في الماء ديال البصله هو فاش يتشحر وفاش يطيب. هانتوما كيف ما تشوفوا انا قاتله البوطه. قد ما كانت البوطه منقوسه قد ما الدجاج تيجي لذيذ، حيت يطيب على خاطرو وتيتشحر مزيان، وهذوك القوام كلهم تيدخلوا للدجاج لداخل. كيف ما تشوفوا معايا الدجاج تيجي محمر. هنا التوفيره الاولى تنهز الماء كيف ما تشوفوا معايا، الماء داك اللي طيبت فيه السفه تنخويه من الفوق كما تشوفوا معايا. تنحركها واحد التحريكه خفيفه، عاد تنحيدها من داك الماء. دابا تنحطها في قصريه باش نحلها. ما تتعجن ما والو. ها هي غادي كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو حتى الاخير، يعني تتحل حبه حبه. ما تتعجن ليا ما حتى حاجه. هنا تنبدا نخوي عليها شويه الماء بارد مع شويه الملحه، قبيصه الملحه، باش بطبيعه الحال باش ما تجيناش السفه مسوسه كيف ما تشوفوا معايا. وانايا شديت العنب المجفف اللي هو الزبيب، فزقته في واحد شويه الماء بارد، الماء بارد، واللي بغى يدير ليه الماء طايب علاش لا. انا فزقته في واحد الزليفه بالماء بارد. بما طيبت التفويره الاولى والثانيه تيكون فزاق لينا رطاب. ها حنا غادي نزيدوه باش نطيبوه مع السفه. تيعطي تا هو واحد اللذه غزاله صراحه الله. هنا انا تنديري 3 ديال التفويرات ما تنفوتهمش. وكيف ما قلت لكم مازال غنشارك معكم الطريقه ديال السفه ديالتي، السفه العاديه بتوفيره وحده ان شاء الله باذن الله. بزاف الاخوات طلبوها مني وتنقول لهم ان شاء الله.
هنا بعد ما حيدنا داك الدجاج خلينا لاصوص تتريدوا. هنا غادي نزيد 2 معالق ديال السكر حبيبات، واللي بغى يدير العسل في بلاصه السكر ما كاينش الاشكال، انا فضلت ندير السكر حبيبات 2 معالق. وتنحركوا واحد شويه، عاد تنزيدوا داك الدجاج نقيناه حيدناه من العظام، فرتتناه مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا. هنا تنزيدوا الدجاج بعد ما قطعناه كيف ما تشوفوا معايا، تنديروا على ديك لاصوص. الصراحه التغميره جات رائعه، واحد الريحه طيبه فيها، ثقوا بيا البنات لا جربتوها ما غاديش تندموا. غزاله وبتحمر الوجه. بعد ما طابت لنا السفه ديالتنا كيف ما تشوفوا، غنزيد واحد 100 غرام ديال السكر سقي، وغادي نزيد واحد 100 حتى 120 غرام ديال الزبده. بالنسبه للسكر اللي بغى يزيد ما كاينش مشكله، انا درتي 100 غرام كافيه لي كافيه، حيت مازال غادي نزين بحوايج اخرين اللي هما حلوين بحال التفايه. طيبت واحد 2 بصلات صغار درتهم التفايه، وغادي نزوق. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري عندكم، غادي نزين بالبرقوق وغنزين بالمشماش عامر باللوز. داكشي علاش ما درتش انايا بزاف السكر كلاصي كما تشوفوا معايا. هنا تنزيدوا الزبده حتى هي تتعطي واحد اللذه في الصفات الشعريه. الصراحه هاد الصفه جات رائعه ولذيذه ما تشبعوش منها. هنا تنديروا الطبقه الاولى كما تشوفوا معايا. بعد ما تكملوا الطبقه الاولى تنزيدوا دابا الدجاج كيف ما تشوفوا. صراحه جا لذيذ وطريقه سهله مهله، يعني ما تاخذش كاع الوقت بزاف. كيف ما قلت لكم الدجاج انا ما تنبيتو لا ليله ولا ساعه ولا ساعتين، يعني الساعه بساعتها تنطيبو تنشرملو كلشي، تنرمي التوابل وكلشي معاه. والصراحه جا لذيذ، الا جربتوا هاد الطريقه ما غاديش تندموا عليها، غتولي معتمده عندكم كيف ما ولات عندي انا معتمده. دابا غنزيد الطبقه الاخيره الثالثه والاخيره ديال التصفه كما تشوفوا معايا. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء، وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي، انه فضلا وليس امرا. وتنشكر كاع الناس اللي تيدعموني وواقفين معايا، تنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، من طنجه حتى للقويره وداخل المغرب وخارج المغرب. كيف ما تشوفوا معايا انا غادي نزوق بالبرقوق والمشماش، وبطبيعه الحال طيبت واحد 2 بصيلات التفايه هانتوما تشوفوها معايا. ها هي. بالنسبه للتفايه تتبقى اختياريه عندكم، اللي بيديرها او اللي ما باش يديرها عادي. وبالنسبه كما قلت لكم التزيين تيبقى اختياري. نبغى نبداو نزينو بالبرقوق. دابا غنزيدو المشماش معسل كيف ما تشوفوا معمر باللوز.
ولا اروع صراحه الله. السفه جاتني غزاله صراحه الله، من كما قلت لكم والله من باب ديال الزنقه تتشموا الرائحه غزاله طيبه ديال التشرميله ديال الدجاج، جات غزاله صراحه الله. دابا غنزوقوا ديك التفايه بشويه اللوز. وهاد التشكيله ديالتنا سالات كيف ما تتشوفوا معايا، تتجي على هاد الشكل، ولا شكلا ولا مذاقا الصراحه، شكل راقي ومذاق رائع تيهبل غزال. تنتمنى تجربوها البنات، وراها ناجحه 100% من اول تجربه. ما فيهاش مكونات كتار، وبسيطه واقتصاديه، وتنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وتنقول لكم شكرا بزاف بزاف على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي عليكم.